ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كلكم لاحظتوا الفتره اللي فاتت ان كان في ازمه حاصله كده في البلد بالنسبه لموضوع السجاير. لو تاخدوا بالكم السجاير غليت، السجاير ما بقتش موجوده. كان في احتكار جامد قوي لموضوع السجاير، ما كناش شايفينها فين. مره واحده لقينا السجاير بدات ترجع واحده واحده، لقينا في السجاير بدات سعرها ينزل والموضوع خلص. بغض النظر طبعا عن موضوع التدخين وان الناس تدخن او ما تدخنش او تشجع حد على التدخين، انا بكلمك في منتج كان موجود في السوق بيستخدمه الناس. كمان المنتج ده يعني اللي بيشرب سجاير هو عارف ان تبطيل السجاير دي صعبه جدا، ويعني حاجه مش مستحيله، بس يعني حاجه بيلعبوا كده على تريكه معينه. اصل انت ما بتقوليش مثلا البيبسي مش موجود فهروح لكوكاكولا. ما علينا. يعني معلش، انا الكيلو باترا اللي هي السجاير الكليوباترا لسه كانت بتشربها وصلت ل 60 و70 جنيه يعني. ما علينا. المهم دلوقتي الازمه بدات تخف والسجاير رجعت تنزل تاني سعرها الطبيعي. بلاش. وده لاحظنا ان في العيد الكبير، عيد الاضحى اللي فات، اللحمه سعرها غلي، وان اللحمه في منافذ اللي بتتباع تبع امان وتبع الجيش والقوات المسلحه وكده وطنيه، وصل سعر كيلو لحمه فيها 250 260 جنيه. انا ما بتكلمش على الجزاره الحره، انا بتكلم على منافذ الجيش. دلوقتي هتلاقي معلقين على اللحمه 220 جنيه. معنى كده ان الازمه بدات ترخص واللحمه بدات تخف. فدلوقتي انا عندي نموذجين حقيقيين: سجاير سعرها كان عالي وبدا ينزل، لحمه كانت مش موجوده وكان فيها ازمه وسعرها بدا يقل سنه سنه. فمعنى كده ان صياغه العرض والطلب والرقابه على السوق والرقابه على التجار ليها دور كبير جدا 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 في ان الاسعار تنزل. فانا مش عايز الناس تتشائم، الناس كل شويه تقول مصر الحاجه بتغلى فيها وما بترخصش، الحاجه بتغلى فيها وما بترخصش. هي بس بيبقى فيه سبب. دلوقتي انت عندك دولار مقاوم باعلى من ثمنه. كل الاماكن الاقتصاديه اللي موجوده قالت ان المفروض القيمه الفعليه للدولار 26 جنيه، بس انت عشان عندك نقص في العمله فعشان كده الدولار عندك واصل ل 30 90. وفي السيوس هو طبعا بيتباع باكتر من كده، بس يعني مش كتير وطالع نازل وبتاع. فمعنى ان انت دلوقتي بتاخد كذا خطوه عشان خاطر تبدا تظبط الدولار عندك، منهم موضوع البريكس اللي اتكلمنا عليه الفيديو اللي فاتت، تغيير ثقافه المواطن في موضوع الاستهلاك، كذا حاجه كده هتخلي فعلا محاربه التضخم، وان فكره ان انت يبقى عندك تضخم في البلد يبدا يقل شويه. 2024 هنبدا نشوف استقرار شويه في الاسعار، وهنبدا نشوف عربيات بدات تيجي كتير. يعني انت عندك حظ على عربيات ان انت تجيب عربيات من بره، واللي بيجيب بيبقى اعداد بسيطه جدا جدا جدا. الاعداد دي كلها لما تفتح والسوق يحصل له حاله تشبع وتكتر العربيات في البلد. انت كنت بتروح معارض العربيات زمان كنت تلاقي ركنه من كتر العربيات اللي هم راكنينها. دلوقتي في معارض قفلت عشان مفيش عربيات. لما الازمه دي تفك وتبدا تتعامل بالعمله المحليه بتاعتك، تجيب مثلا عربيات من الصين وتستخلي الدولارات دي مثلا تجيب بقى عربيات من اوروبا، وتخش عليك مثلا عربيات من تركيا، هتلاقي الدنيا بدات تفك. يا جماعه احنا بنتكلم في الهند، يعني بنتكلم في عربيات السوزوكي كلها اللي دلوقتي الناس بتركبها جايه من الهند، اللي عضو في البريكس. لما تجيب العربيات منهم مثلا بالعمله المحليه بتاعتك، انت كده خففت الضغط على الدولار جامد وخليت العربيات تكتر في السوق. الفتره اللي جايه الاسعار الرسميه يعني ان شاء الله تثبت، وان شاء الله تشوف خصومات، تشوف موديلات جديده نازله في السوق. فانا نصيحتي ليكم ما تستعجلوش. يعني اللي نزل اشترى مثلا سجاير، خلينا في السجاير، نزل اشترى سجاير مثلا لما كانت علبه وتبر الاسم وصل ل 70 و75 جنيه، وهي دلوقتي بتتباع ب 60 و50 جنيه. ده حاجه استهلاكيه. بقول لك انت عايز تشتري عربيه وليكن مثلا سعرها دلوقتي 750 الف جنيه وبتطلب فيها اوفر برايس 150 الف جنيه عشان مش موجوده، وانت لو استنيت شويه ممكن اسعار تهدى شويه. يعني حتى سوق المستعمل دلوقتي، يعني حد بيكلمه بيقول لي خلاص ما تفكرش في المستعمل، لو عايز تجيب روح هات زيرو. يعني ما خلاص بقى قسط وخلص نفسك. ما سعر المستعمل كل واحد بيحط سعر على مزاجه، مفيش حاجه اسمها رقابه على السوق خالص. السنه دي عدوا على خير، خلاص هنتكلم في 3 شهور، والسنه الجايه خلينا نشوف السوق هيودينا لفين. وان شاء الله 3 4 شهور كده ونبدا الازمه تفك والسوق يستقر شويه. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.